حلقة النهاردة دكتور محمد يوسف أخصائي جراحة التجميل وتنسيق القوام هيكلمنا عن منطقة مهمة قوي في الوش actually the most important منطقة في الوجه، وهي منطقة حول العين. دكتور محمد ازيك؟ اهلا بيكي دكتوره ساره. اكيد حضرتك اوير بالكومبلين المشهورة قوي اللي بيجولنا بيها البيشنتس في العيادة، وهي دكتور انا طول الوقت الناس بيعلقوا لي على شكل وشي وشكل عيني، شكلك مجهد، شكلك تعبان، مع اني بكون نايمة كويس وصحتي كويسة عادي. الحقيقه ان العينين اصلا هي اكتر حاجه بتجذب الانتباه في الوش، يعني اي عيان بيجي فعلا اي حد بيبص على اي وش حد هو اللي بيبين هل هو مجهد، هل هو تعبان، هل في تقدم في العمر بدا يظهر عليه. اكتر منطقه بتبان فيها المشكله دي هي منطقه حول العين. حضرتك ممكن تكلمنا كده عن ايه اشهر مشاكل بتحصل في الاريا دي؟ اكتر مشاكل بتحصل في المنطقه ديت، اول حاجه بتحصل يا اما في الجفن العلوي بيحصل فيه ارتخاء في الجلد بتاع الجفن العلوي وظهور هالات وتجاويف تحت العينين، وبرده ممكن يحصل سقوط للحاجب نفسه، ممكن يدي ان العين نفسها بقت اصغر شويه. ايه اسباب ظهور كل مشكله من دول وازاي نقدر نحلها؟ هو في الاغلب ان المشاكل دي كلها بتحصل ليه؟ بتحصل نتيجه للتغيرات العاديه مع التقدم في العمر. احنا كل ما نتقدم في العمر بيحصل طبعا لاكستي في الليجامنت اللي ماسكه الوش، اللي هي السسبنسوري ليجامنت اللي ماسكه الوش. كمان بتكون الدهون العميقه والسطحيه بيحصل فيها بتقل في الحجم، فبتؤدي طبعا لظهور المشاكل دي. في الاغلب ده بيكون بسبب التقدم في العمر، بس برضو ممكن في ناس عندهم عوامل وراثيه، ممكن تلاقي عندهم من هم لسه مولودين عندهم شويه سقوط في الجسم. بتحصل برضو نتيجة للإرهاق والتعب واللايف ستايل بتاعنا اللي احنا كله سهران وكله بيحصل ضعف طبعا للعضلات العين. ايه التكنولوجيز اللي موجودة دلوقتي او الحلول اللي نقدر نقدمها للبيشنتس عشان نريجوفينيت المنطقة دي ما حول العين؟ هو الفكرة كلها ان عشان نوصل لفكرة البري اوربيتال ريجوفينيشن هي كلها بتعتمد على ان احنا نقدر نوصل العيان ان هو يوصل لان هو يكون عنده شكل شبابي. نشيل موضوع الإرهاق ده، يعني كل ما نوصل لموضوع يكون طبيعي كمان اكتر. يعني احنا مش عايزين نوصل لحاجه تكون فيك باينه في وش العيان، كل ما نديله نتيجه طبيعيه وان هو نعمله اعاده نضاره وشباب للمنطقه دي هيدينا نتيجه احسن بكتير. صح، كله بيجو افتر ذا نورمال لوك ات ذس بوينت. بالظبط. ممكن حضرتك تكلمنا عن الاوبشنز الافيلبل؟ هو طبعا يعني في البدايه بالنسبه للجفن العلوي في شد الجفون العلويه. اوكي. ده بيكون عن طريق احنا بنعمل يدوب بيكون في خطوط في ثنايات العين نفسها، بنعمل فيها جرح صغير دقيق بيكون على خطوط العين عشان ما يبانش بعد كده العيان. بنشيل كل الجلد الزياده اللي موجود في المنطقه دي، فبيحسن اول حاجه بيحسن بيدي شكل العين ان هي وسعت شويه. وكمان بيشيل كل الجلد الزياده اللي موجود فوق. كمان لو في اكياس دهنيه او في دهون موجوده ممكن نشيلها برضو في نفس السيشن. يعني اجراء شد الجفون ده هل يستدعي ان احنا نعمله في غرفه عمليات ولا يتعمل في الكلينيك عادي؟ برضو ممكن يتعمل في العياده عادي بنج موضعي. ممكن العيان نشيل له الجلد الزياده، ده موضوع سهل وبسيط يعني، وعلى طول ما بياخدش وقت برضو يعني. حلو قوي. هل البروسيس ليها داون تايم ولا يمارس حياته الطبيعيه بعد الاجراء على طول؟ لا يعني ممكن بس بيحصل شويه تورمات وكدمات كده بعد العمليه، تبدا تختفي في خلال من يومين ل3. تبدا العيان يرجع لحياته الطبيعيه تماما في خلال اسبوع. طيب دكتور محمد، ده بالنسبه للابر ليد. مشاكل بقى الجفن السفلي؟ هو مشاكل الجفن السفلي برضو بتكون اغلبيتها ان هي بيحصل تجمع الاكياس الدهنيه في منطقه تحت العين او ظهور تجاويف تحت العين، وبرضو ممكن يحصل ترهل في الجلد. دي برضو مشكله بوبيلر. بالظبط. يعني الحل الامثل هنا برضو بنشيل الاكياس الدهنيه اللي موجوده تحت في محجر العين، كمان بنشيل معاها الجلد الزياده. في ساعات لو هم عندهم تجاويف ظهرت زياده ممكن نحقن نانوفات تحسن المنطقه دي. برضو في استخدام ممكن نستخدم حاجات تانية زي الليزر يساعدنا اكتر برضو ان احنا نعمل ريجوفينيشن احسن للمنطقه دي برضو. دكتور محمد، هل نتائج شد الجفون permanent؟ هو في الحقيقه يعني هي بتدوم عده سنوات، هي مش هتروح على طول، بس برضو لازم نبقى عارفين ان هي زي اي عمليه في الكون مفيش حاجه نتيجه دايما، هي عشان احنا عمرنا ما نقدر نوقف التقدم في العمر اللي احنا فيه حقيقة. وبرضو تاثير الجاذبيه برضو والعوامل اللي هو ضغط الشغل والاسترس اللي احنا عايشين فيه، طبعا ده كله بيأثر برضو. فما فيش احنا طبعا هي النتيجه هتدوم عده سنوات، بس ممكن يحصل ترهل او ضعف شويه بعد عده سنوات، يعني مش بيحصل على طول ده. Thank you so much يا دكتور محمد. شكرا دكتور ساره. في النهاية منطقة حول العين من أهم المناطق في الوش اللي بتأتراكت وشوش الناس لينا. in order إن احنا نعمل إجراء من الإجراءات دي لازم نكون عارفين إن personalized assessment للوش شيء أساسي.